بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها فيروز وهي بتجهز في اوضتها عشان فرحها، وبتفضل تبص على لبسها في المرايه وبتكون مستغربه شكلها بالفستان الابيض، لحد ما بتدخل والدتها عشان تستعجلها وبتقول ان عزت العريس وصل ومستني بره. وبيبان ان فيروز مش مبسوطه بالجوازه دي، وده لان فرق السن ما بينها وما بين عزت كبير جدا، لكن والدتها بتطبطب عليها وبتقول ان عزت راجل طيب وبيحبها وانها عملت كده عشان مصلحتها، واهم حاجه عندها تشوف بنتها مبسوطه. وبعد 20 سنه بنشوف فيروز وهي بتجهز عشان فرح مريم بنتها، وبيدخل عليها عزت عشان يستعجلها وبيتريق على المكياج اللي هي حطاه، وبيبان انه راجل صعب وان فيروز متعوده منه على المعامله دي. وبيظهر شاب اسمه زياد واللي بيكون ابن اخت عزت، وكمان بيبقى المساعد الشخصي بتاعه في الشغل والمشرف على كل المصانع اللي عزت بيملكها. وبتخرج فيروز من اوضتها وبتسلم على فرح اللي بتكون مرات زياد، وبتاخدها وبيدخلوا القاعه سوا، وبيبدا الفرح وبنشوف عمر العريس وهو واقف يرقص مع مريم عروسته. وفي الوقت ده بتكون فيروز واقفه تبص عليهم، وبيظهر انها ما كانتش موافقه على الجوازه دي بسبب ان عمر اكبر من بنتها بكتير، وانها ما كانتش عايزه بنتها تعيش نفس معاناتها. لكن عزت بشخصيته المتسلطه كان شايف ان ده عريس مثالي وما ينفعش يترفض. وفي نص الفرح بيلمح عمر ست كبيره واقفه على اول القاعه، وبيبان على وشه التوتر، وبيسيب العروسه وبيروح للست دي وبيسالها بمنتهى العصبيه هي جايه تعمل ايه هنا بالظبط. فبترد الست وهي متاثره وبتقول ان كان نفسها تشوفه مش اكتر، لكن عمر مش بيتاثر وكمان بيطردها من الفرح. وبعدها بيرجع لعروسته بسرعه، وبيظهر ان مريم شخصيه غيوره جدا وبتفضل تزعق في عمر لو وقف مع اي واحده او حاول يتكلم معاها، لدرجه انها بتغير من هايدي اللي بتكون المساعده بتاعته في عياده الاسنان لما بتروح عند الكوشه وبتسلم عليهم. في الوقت ده بتروح فيروز عشان تفكر عزت بميعاد الحقنه بتاعته، وبتلاقيه واقف مع ياسمين اللي بتكون صاحبه بنتهم الانتيم، وبيحرج فيروز قدام البنت وبيقول ان ميعاد الحقنه كان من حوالي ساعه، وبيتهمها انها مش مركزه في حاجه غير المكياج واللبس. ولكن فيروز كالعاده بتكون شخصيتها ضعيفه ومش بتحاول حتى تدافع عن نفسها، وبعدها بتطلع عشان تلحق تجيب الحقنه بسرعه. اما ياسمين فبتروح تسلم على العرسان وبتتعرف على عمر لاول مره، وبترجع فيروز بالحقنه في ايديها. وفي عزت وهو مجمع العيله واقف يتصور مع العرسان، فبتتضايق انه حتى ما فكرش يستناها او يدور اذا كانت موجوده ولا لا. وبعد الفرح بتفضل مريم بص على الخاتم بتاعها وبتكون فرحانه بيه جدا، وبيسال عمر وهو مستغرب هي ليه فيروز دايما متضايقه وعمرها ما ضحكت قبل كده. فبتجاوبه مريم وبتتكلم عن والدتها بمنتهى البجاحه، وبتقول انها على طول كده وانها بتنكد عليهم في اي مناسبه من غير سبب، وبتنصحه ما يركزش معاها عشان ما يتعبش. وفي تاني يوم بيكون العرسان وصلوا بيروت عشان يحتفلوا بشهر العسل، وبيقضوا وقتهم هناك في انشطه مختلفه وبيكونوا فرحانين جدا وهم مع بعض. اما فيروز فبتكون قاعده في بيتها وبتفضل تسلي وقتها بانها تتكلم مع ام زينب العامله اللي بتشتغل عندهم في البيت، وبيبان ان فيروز ست طيبه جدا وانها بتتعامل معاها كانهم صحاب. وفي الوقت ده بيكون زياد قاعد يتفرج على الفيديوهات بتاعت مريم وعريسها على الانستجرام، فبتشوفه فرح مراته وبتكون غيرانه من مريم، وده لانها عارفه كويس ان زياد زمان كان بيحبها ونفسه يتجوزها. فبيحاول زياد يبرر موقفه وبيقول انه كان بيتفرج عادي وما يقصدش حاجه. وبعدها بكام يوم بتكون دي اخر ليله للعرسان في الفندق، وبمجرد ما بيرجعوا من سهرتهم بره بيقول عمر انهم لازم يوضبوا الشنط دلوقتي عشان الطياره ميعادها الصبح بدري، لكن مريم بتكون مكسله وبتسيبه هو يوضبهم. وبعدها بشويه بيطلب منها تديله الخاتم عشان يشيله في الشنطه لحسن يضيع منها في السفر. في اللحظه دي بتكتشف مريم ان الخاتم وقع منها، وبيتضايق عمر لانها شخصيه مهمله، وبيتضايق اكتر انها بارده ومش شايفه نفسها غلطانه. وبيفضل الاثنين يتخانقوا، وبعدها بيسيبها عمر وبينزل يدور عليه. في نفس الوقت بتكون فيروز قاعده مع موزينه بيتفرجوا على مسلسلهم المفضل على التلفزيون، وبتكون فيروز قلقانه على بنتها خصوصا انها مش بترد عليها من يوم ما سافرت، فبتجرب ترن عليها مره كمان، وفعلا بترد مريم اللي بتكون متعصبه بسبب الخاتم لدرجه انها بتزعق لوالدتها وبتقفل السكه في وشها. وبعدها على طول بيرجع عزت من شغله، وبدون حتى ما يستأذن فيروز بياخد الريموت وبيغير القناه عشان يحضر الماتش. وتاني يوم بيوصل العرسان لمصر وبيروحوا على بيت عزت، وبنعرف انهم هيعيشوا هناك. وعلى الفطار بيلاحظ عزت انهم متخانقين، فبيحكي عمر اللي حصل وان مريم ضيعت الخاتم وكمان هي اللي متضايقه، فبتتخانق مع مريم قدام اهلها وبتقول ان والدها ممكن يشتري لها خاتم غيره عادي جدا وانها مش عايزه منه حاجه. وبعدها بتسيبهم وبتطلع اوضتها، وبيقول عزت ان الموضوع مش مستاهل وممكن هو يجيب لها واحد غيره. وبعدها بيكلم مريم وبيطلب منها ما تكونش نكديه زي والدتها، فبتضايق فيروز انه احرجها ولكن برضه مش بترد. وبيلاحظ عمر انها محرجه وبيتعاطف معاها جدا، وبعدها بيطلع يصالح مريم في اوضتها وبيقول انه مش زعلان عشان سعر الخاتم ولكنه متضايق لان ده كان اول هديه منه ليها وكان نفسه تفضل معاهم على طول. وبيفضلوا يتعاتبوا سوا لحد ما بيتصالحوا. وبالليل بتلاحظ فيروز ان عزت خرج ونسي الحقنه بتاعته، وبتحاول انها تكلمه لكنه مش بيرد، فبتخبط على مريم وعمر في اوضتهم وبتطلب من مريم تجرب تتصل بوالدها لكن بتلاقيه مشغول. وبتكون فيروز عايزه تطلب اوبر عشان توصله الحقنه للمصنع، لكن عمر بيعترض عشان الوقت متاخر وبيصر انه ياخد مريم ويروحوا يوصلوها. وعلى باب المصنع بتطلب فيروز من العامل اللي هناك انه يدخل الحقنه لعزت جوه، لكن العامل بيعتذر وبيقول ان عزت نبه عليه ما يدخلوش دلوقتي، فبياخد عمر الحقنه عشان يوصلها بنفسه. وبيكتشف ان المصنع فاضي تماما ومفيش اي عمال، وبيفضل يتمشى لحد ما بيوصل لمكتب عزت الشخصي، وهناك بيشوفه هو قاعد مع ياسمين صديقه بنته وبيبان انهم على علاقه ببعض. فبيتصدم عمر من المنظر وبيخرج بدون ما يحسسهم بوجوده، وعشان يعدي الموقف بيهزر مع العامل اللي واقف بره وبيقول ان عزت مش موجود جوه ولا حاجه، وان العامل اكيد ما كانش مركز لما عزت مشي وساب المصنع. وبيطمن فيروز انه اكيد راح مشوار وهيرجع البيت بعدها. وتاني يوم على الفطار بتوجه فيروز كلامها لعزت وبتقول انهم راحوا له المصنع امبارح وما لقوهوش، فبيزعق وبيقول انه مش عيل صغير عشان يدوروا عليه لما يتاخر، وبيامرها ما تعملش كده تاني مهما حصل. وفي اللحظه دي بيبان على وش عزت التوتر وبيخاف يكون اتكشف، لكن بيحاول يسيطر على نفسه. وبعدها بيسيبهم عمر وبيروح عياده الاسنان بتاعته، وبيبان ان علاقته قويه جدا بهايدي وانها عارفه عنه كل حاجه، وبتقول انها حاليا بتحضر الماجستير لكن الدكتور المشرف عليها مستقصدها وبيتعامل معاها بطريقه وحشه. وبالصدفه بتعرف ان عمر يعرف الدكتور ده وبيوعدها عمر انه هيكلمه ويوصيه عليها. وفي الوقت ده بيكون عزت في مكتبه في المصنع وبيدخل عليه زياد وبيقول ان بقاله كتير ما خدش نصيبه من الارباح، وده لان والده زياد ليها جزء كبير من المصنع وهو ورث الجزء ده، وبيطلب من عزت يديله
وبتديله ولو جزء من نصيبه ده عشان عايز يغير العربيه، لكن عزت مش بيهتم وبيقول ان مش معاه فلوس كفايه دلوقتي. وبعدها بيغير عزت الموضوع وبيقول انه ناوي يتجوز ياسمين وهيجيب لها شقه باسمها. وبنعرف ان زياد هو اللي معرفهم ببعض وانه عارفهم كويس وعارف انها طماعه، فبيتفق مع خاله انهم يجيبوا مأذون تبعهم وكمان يخلوا الورقتين بتوع الجواز معاهم عشان لو ياسمين عملت اي غلطه يقطعوا الورقتين ويطردوها من الشقه وكأن مفيش حاجه حصلت. وبتتصل مريم على زوجها عمر عشان تفكروا بميعاد العشاء بتاعت بالليل واللي عازمين كل اصحابهم عليه، فبيطمنها انه فاكره انه هيكون عندها في الميعاد. وبمجرد ما بيقفل معاها بيتفاجئ بواحده اسمها سلمى جايه تزوره في العياده، وبيبان انهم عارفين بعض كويس من زمان. وبتقول له سلمى انه وحشها وانها جايه بس عشان تطمن عليه، لكن عمر بيطردها ومش بيرد حتى على كلامها. وكل ده بيكون في وجود هايدي اللي بتكون واقفه مصدومه ومش فاهمه حاجه. وفي نفس الوقت بتتصل فيروز بعزت عشان تفكره بميعاد العزومه، وبتطلب منه يفضي نفسه بعدها عشان يقعد معاه شويه لان بقالهم كتير جدا ما قعدوش حتى يتكلموا. وبيكون عزت مش مهتم بمكالمتها وبيفضل يرد عليها وكانه مركز مع كلامها، لكن الحقيقه انه بيكون مركز في شغله وبس. وبالليل بيجي وقت العزومه وبيكون مريم وعمر موجودين وبيبقى كل واحد فيهم عازم صحابه. وبنلاحظ ان اصحاب عمر بيتريقوا كتير على فرق السن اللي ما بين عمر ومريم وبيكونوا شايفينها مجرد مراهقه ومش مهتمه باي حاجه في الحياه. واثناء ما هما بيلعبوا سوا بيلاحظ عمر ان فيروز قاعده لوحدها كالعاده وبتبص عليهم، فبيترجاها تلعب معاهم ومش بيسيبها غير لما توافق. وبعدها بشويه بيرجع عزت للبيت وبيسلم على الموجودين وبيطلع اوضته على طول، فبتطلع فيروز وراه عشان تلحقه وبتعاتبه انه ما حضرش العشاء. وبتتضايق كمان لما بتعرف انه جاي تعبان وعايز ينام وانه مش هيقعد معاها زي ما طلبت، لكن عزت ما بيهتمش بزعلها وبيسيبها وبينام. وفي اخر اليوم بتوصل ياسمين لعندهم وبتعتذر انها اتاخرت وبتقول انها كانت مشغوله، وبسبب اللي عرف عمر عنها بيتعامل معاها بمنتهى البجاحه قدام كل الموجودين. وبالليل وبعد ما كل الناس بتكون روحت بتروح مريم تتخانق معاه بسبب اسلوبه مع صاحبتها، فبيقول انه مش بيرتاح لها وبيرفض يقول اسباب. وكمان بيطلب من مريم انها تبعد عنها بحجه انها شخصيه مش مريحه، لكن مريم بتتضايق من تحكمه فيها وبترفض وتتخانق معاه. وبعدها بتسيبه وبتطلع اوضتها وبتسمعهم فيروز وما بيتخانقوا، فبتروح تهدي عمر وبتطمنه ان ياسمين بنت كويسه وانها عارفاها كويس ومش بيلاقي عمر حاجه يقولها، فبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده بتكون مريم راحت لوالدها اوضته تشتكي له من اللي حصل وبيقول ان عمر طيب وما يقصدش يضايقها، لكن بمجرد ما بتخرج من عنده بيبدا عزت يتوتر وبسبب تصرف عمر المفاجئ بيشك انه عرف حاجه عن علاقته هو وياسمين، فبيتصل بزياد وبيطلب منه يشوف كاميرات المصنع بتاعت امبارح. وبيعرفوا من الكاميرات ان عمر دخل المصنع في الوقت اللي ياسمين كانت فيه هناك، ولكن مش بيظهر اذا كان دخل لحد المكتب ولا مشي على طول. وبيفضل عزت متوتر وخايف يكون اتكشف. وبعدها بيخرج من اوضته عشان يرجع للشغل، فبيقابل عمر اللي بيكون هو كمان خارج وبيقول انه راح يقابل صحاب الجامعه، فبيساله عزت بشكل مباشر اذا كان دخل المصنع امبارح ولا لا، وبيقول عمر انه دخل فعلا ولكن ما لقاش حد هناك. وبيفضل كل واحد فيهم باصص للتاني بنظرات الشك ولكن ما حدش بيقول اي حاجه. وبيلمح عمر فيروز وهي قاعده قدام التلفزيون وبتتفرج على فيديوهات من فرحهم، وبيقول ان مش قصده يضايقها ولا يضايق مريم ولكنه بيفهم في الناس وعارف ان ياسمين دي مش كويسه. وبيقول لفيروز انه عارف كويس انها بتكرهها من اول ما شافته، فبتبرر فيروز موقفها وبتقول انها مش بتكرهه ولا حاجه، لكن اول مره شافته فيها كان يوم قرايه الفاتحه وما لحقتش تتعرف عليه عشان تعرف اذا كان يستاهل بنتها ولا لا. وبتقول ان اهم حاجه عندها ان بنتها تكون مبسوطه وبس، وبتطلب منه يحاول يصاحب مريم وما يعاندش معاه في كل حاجه. وبعدها بيسيبها عمر وبيخرج عشان يقابل صحابه، لكن بيظهر انه كان بيكذب وانه رايح للدكتور النفسي بتاعه، وهناك بيتكلم عن سلمى اللي جات له العياده الصبح، وبنعرف انهم كانوا متجوزين واتطلقوا، ولكن مريم ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. وبعدها بكام يوم بتكون مريم في الجيم، وفي اليوم ده بتكون ياسمين هي كمان موجوده هناك، وبتكون جايبه صاحبتها سلمى اللي هي طليقه عمر لاول مره معاها. بتعرف مريم عليها بدون ما تقول اي حاجه عن علاقتها هي وعمر، وبتحس مريم انها مرتاحه لها، فبتعزمها على عيد ميلادها بالليل في البيت. وبيتفق الثلاثه انهم يتقابلوا سوا في الكوافير بعد كام ساعه. وبعد الجيم بتروح سلمى وياسمين مع بعض وبيركبوا مع زياد العربيه، وبنستنتج ان الثلاثه يعرفوا بعض من زمان، وان زياد وياسمين قاصدين يدخلوا سلمى في حياه مريم وعمر عشان تبوظها، وبياكدوا عليها تجهز في الميعاد وبيجبروها تروح عيد ميلاد مريم بالليل. وفي نفس الوقت بتظهر نفس الست اللي كانت موجوده في الفرح وبتروح تسال على عمر في الفيلا، فبتقول لها فيروز انه مش موجود دلوقتي، وبتسالها هي مين بالظبط. وفي الاول بتكون الست مش عايزه تقول، لكن بعدين بتقول ان اسمها ناديه وانها والدته. وبتتصدم فيروز لان عمر كان مفهمهم ان والدته ماتت من زمان. وفي الوقت ده بتكون مريم مع عمر في الكافيه وبياكلوا بسرعه عشان يروحوا بعدها ياكدوا حجز الترابيزه في المطعم اللي هتعمل في عيد ميلادها، وبيسيبها عمر عشان يغسل ايده. وفي اللحظه دي بيجي له رساله من هايدي بتقول له فيها انها زعلانه منه عشان نسيها، وبتشوف مريم الرساله وبتشك انه بيخونها، فبتتجنن لدرجه انها مش بتستنى تسمعه وبتجري على البيت. وبتحاول فيروز تفهم منها اللي حصل، لكن مريم مش بتقول حاجه وبتطلب منها تخرج بره الاوضه. وفي الوقت ده بيوصل عمر وبيفضلوا يتخانقوا قدام فيروز، فبتحاول فيروز انها تهديهم وبتاخد عمر بره قبل ما المشكله تكبر، وبتفهم منه الموضوع وبتقول ان بنتها لسه عيله صغيره وبتغير عليه. فبيدخل عمر عشان يصالحها، وعشان يثبت براءته بيتصل بالدكتور المشرف على هايدي في الماجستير وبيوصي عليها. فبتفهم مريم انها كانت ظلمها وبيتصالحوا، وبعدها بتقول ان الوقت اتاخر وانها لسه عايزه تروح الكوافير تعمل شعرها، عشان كده بتطلب من عمر يروح ياكد حجز الكافيه لوحده وهي تخلص اللي وراها. وبيلاحظ عمر ان فيروز فاضيه في الوقت ده، فبيقترح عليها تيجي معاه وبالمره يفرجها على المكان. وفي الاول بتكون فيروز رافضه تماما وبتقول ان عزت لو رجع لها الاكل ما جهزش هيتعصب، فبيضحك عمر على كلامها وبيقول ان عزت كده كده بيتعصب حتى لو كل حاجه جاهزه. وبتقتنع فيروز بكلامه وبتخرج معاه للمطعم، وهناك بياكدوا حجز الترابيزه. وبعدها بيحس عمر انه جعان وبيقرروا انهم يقعدوا ياكلوا في نفس المطعم. وفي وسط الكلام بيلاحظ عمر ان ملامح وشها بتتغير لما بتتكلم عن علاقتها بعزت، وبيعرف انها تعيسه في جوازها وان نفسها مريم ما تشوفش اللي هي شافته طول عمرها. وبيقول عمر انه حاسس بيها وان من خبرته في الناس عارف انها كتومه ومش بتحب تبين مشاعرها وكمان بتخاف من المواجهه. وبتلاحظ فيروز انه شخص كويس وبتحس انها كانت ظلماه. وفي نفس الوقت بيكون عزت موجود في مصنعه، وهناك بيبلغ زياد انه قرر يتجوز ياسمين بالليل بعد عيد الميلاد. وبعدها بيروح هو وياسمين اللي بتكون طايره من السعاده عشان يشتروا شقه جديده، وبيديلها عزت العقد وبيكون مكتوب باسمها. وبتظهر مريم وهي في الكوافير
كوافير بتعمل شعرها، وبيكون معاها سلمى، ولكن ياسمين بتكون اعتذرت على اخر لحظه وقالت انها مش تقدر تيجي، وبيبدا الاثنين يتعرفوا على بعض. وبتحكي سلمى انها كانت متجوزه لكن انفصلت من 3 سنين، وبتقول انهم كانوا بيحبوا بعض جدا وانها كانت حامل، ولكن في الشهر الخامس تعبت والجنين مات. وفي اليوم ده بعت لها زوجها ورقه طلاقها على المستشفى بدون حتى ما يتكلم معاها او يقول اي اسباب. فبتواسيها مريم، واللي بتكون شايفه ان ده مش راجل وانها مش المفروض حتى تزعل عليه، وبتكون قايله كل الكلام ده وهي مش عارفه ان الراجل اللي بتتكلم عنه هو نفسه عمر جوزها. وفي الوقت ده بيروح عمر عشان يشتري هديه لمريم بمناسبه عيد ميلادها، وبيقرر انه يشتري لها خاتم شبه اللي ضاع منها بالظبط. في المحل بيلاحظ ان فيروز معجبه بحلق هناك، ولكنها بتقول ان عمرها ما لبست حلق عشان مش بيليق عليها. وبعدها بيسيبها عمر عشان يدفع الحساب، ولما بيوصلوا البيت بيدي لها عمر هديه، وبتكتشف انه اشترى لها الحلق اللي عجبها في المحل، فبتشكره وبتكون مبسوطه جدا. وبالليل بيبدا عيد الميلاد، وبتلاحظ مريم ان والدها مستعجل وبيقول ان وراه مشوار مهم، وبيقول كمان انه ما جابش هديه لكن هيسيب لها مبلغ في البنك تجيب بيه اللي هي عايزاه. وبعدها بيروح لزياد وبيطلب منه يحط لمريم في حسابها 100,000 جنيه هديه عيد ميلادها. فبتتعصب فرح زوجة زياد جدا لما بتعرف ان عزت معاه كل المبلغ ده، مع انه رفض يدي لزياد الفلوس اللي طلبها. وبعدها بيقوم زياد يبارك لياسمين على الشقه اللي بقت باسمها، وبيظهر ان زياد هو اللي متفق معاها تقرب من عزت وتحاول توقعه، ومتفق معاها كمان على نسبه من اي حاجه تكسبها من الجوازه دي. وبيقدم عمر لمريم الخاتم الجديد وبتفرح بيه جدا وبتشكره. وفجاه بتوصل سلمى لعيد الميلاد، بتسلم على مريم وبتعيد عليها، وبعدها بتسلم على عمر وبتحكي لمريم ان عمر هو طليقها اللي كانت بتتكلم عنه. فبتتصدم مريم من اللي سمعته وبتطلب من ياسمين تروحها البيت بسرعه، وبتبوظ الحفله بسبب اللي حصل. وبيفضل عمر قاعد لوحده بعد ما كل الناس مشيت، فبتروح له فيروز اللي مش بتلاقي اي حد يروحها، وبدون ما تتكلم معاه في اي حاجه بتطلب منه يوصلها البيت. وفي الطريق بتساله ازاي خبى عليهم وايه اللي خلاه يكذب كل ده. فبيقف عمر على جنب وبينزل وبيسيب العربيه، وبعدها بتنزل فيروز هي كمان وبتروح عشان تتكلم عليه. وبيحكي عمر عن علاقته بسلمى، وبيقول انها كانت مدمنه وان ادمانها ده هو سبب اجهاض الطفل، عشان كده ما قدرش يستحمل انها قتلت ابنه وطلقها، ولانه ما بيحبش يفتكر الموضوع ده قرر ينساه وكانه ما حصلش. فبتستغل فيروز الفرصه وبتساله عن ناديه والدته اللي جات له البيت من كام يوم. فبيتاثر عمر جدا وبيقول ان من بعد وفاه والده لما هو كان طفل بدات ناديه ترتبط كتير بشباب اصغر منها، ومن كتر ما كانت بتتجوز وبتجيب له كل شويه راجل جديد للبيت كرهها ولحد دلوقتي مش عارف يسامحها. فبتحاول فيروز تقنعه يسامحها لكنه مش بيقدر. وبعدها بيفوق عمر من اللي هو فيه وبياخد فيروز يوصلها البيت، لكن بيرفض يطلع معاها وبيقرر انه يروح الفندق من دلوقتي ويقعد هناك لحد ميعاد المؤتمر الطبي بتاعه اللي عنده تاني يوم. وفي الوقت ده بيكون عزت قاعد مع المأذون ومستني ياسمين، لكن لما بيعرف اللي حصل مع بنته بيقرروا يأجلوا الجواز دلوقتي. وبتحاول فيروز تهدي بنتها لكن بتفشل، وبتوصل لفيروز رساله من عمر بيقول فيها انه حاول يكلم مريم كتير لكنها مش بترد، وبيبلغهم انه هيقعد في الفندق عشان لو احتاجوا حاجه يبعتوا له. وبعدها على طول بتسيبهم ياسمين وبتقول انها لازم تروح، وبتفضل فيروز قاعده جنب بنتها ومش بتسيبها الا لما بتنام. وتاني يوم الصبح بتكون فرح معديه بالصدفه من جنب زياد، وبتسمعه وهو بيكلم المأذون وبيبلغه يجي لهم بدري عشان عزت عايز يلحق كاتب الكتاب. فبتتصدم فرح وبتقرر انها تتصرف، وبيطلع عزت يطمن على بنته بعد اللي حصل امبارح، وبيلاقيها لابسه ونازله عشان تروح الفندق لعمر ويتكلم معاه، وبيعرض عليها تسيبه هو يروح الاول ويفهم منه اللي حصل، لكنها بترفض وبتصر تواجهه لوحدها. وبعدها بيروح عزت يبلغ فيروز انه مسافر المغرب عشان عنده شغل هناك، وبيكون قايل كده عشان يعرف يقعد مع ياسمين في شقتهم الجديده ويستمتعوا بدون ما حد يزعجهم. فبتتخانق معاه فيروز، والاول مره بتعلي صوتها عليه وبتتهمه بانه شخص مش مسؤول، وبتقول انه حطها امبارح في موقف صعب وانها كانت واقفه في نص الحفله مش عارفه تتصرف ازاي مع بنتها ولا حتى لاقي حد يروحها. وبيفضل اتنين يتخانقوا مع بعض ومش بيوصلوا لحل. وفي الشقه الجديده بيكون زياد قاعد مع ياسمين وبيقول انه مش هيرتاح غير لما ياخد المصنع من عزت ويبقى بتاعه بشكل رسمي. وكمان بيبلغ ياسمين انه هيعدي عليها تاني يوم عشان يروح الشهر العقاري ويسجل نص الشقه دي باسمه، وبيقولوا ندي عنوان الشقه لسلمى وانها جايه لهم كمان شويه. وفعلا بتوصل سلمى، وبنعرف ان زياد هو اللي شجعها تدخل في حياه عمر من جديد عشان تبوظ علاقته مع مريم، وبالتالي هي ترجع لعمر وهو يعرف يستغل مريم ويعترف لها بحبه. وبيلاحظ زياد ان سلمى خايفه لحسن خطتهم تفشل، فبيدي لها مخدرات من اللي معاها عشان تهدى ويعرفوا يفكروا. وبتوصل مريم للفندق عشان تقابل عمر، وهناك بتشوفه وهو قاعد مع هايدي في نص المؤتمر وبيتكلموا، وبتحس مريم ان في حاجه ما بينهم فبتزعق لهايدي وبتحرجها. وبعدها بتكون عايزه تمشي من المكان لكن عمر بيجري وراها، وبسبب كل اللي حصل بيطلقها بدون ما حتى يتكلموا. فبتنهار مريم وبتحاول تتواصل مع حد من اهلها عشان تحكي له، لكن في الوقت ده بتكون فرح راحت لفيروز وبلغتها بجواز عزت، عشان كده فيروز بتبقى مصدومه ومش بتقدر ترد على بنتها، وحتى عزت هو كمان مش بيرد عليها. فبتتصل بياسمين وبتحكي لها اللي حصل، وبيقرر زياد يستغل الفرصه لصالحه، فبيخلي ياسمين تتفق معاه على مكان يتقابلوا فيه بعد ساعتين، لكن بيبقى ناوي هو اللي يروح ويقابلها بنفسه. وبعد شويه بيوصل عزت والمأذون وبيكتبوا الكتاب، وبعدها على طول بيسيبهم زياد وبيمشي عشان يلحق ميعاده مع مريم. وفي الفندق وبعد المؤتمر ما بيخلص بيتفاجئ عمر ان سلمى قدرت توصل اوضته ومستنيه هناك، وبتترجاه يرجع لها وبتوعده انها تتغير، ولما بيرفض بتتهمه انه شخص اناني ومش بيفكر غير في نفسه. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده بتقرر فيروز تواجه عزت باللي عرفته، فبتروح له على الشقه الجديده عشان يعرف انها كشفته، وبتتصدم لما بتعرف ان العروسه هي نفسها ياسمين صاحبه بنته، فبتطلب منه يطلقها وبتخرج من عنده وهي منهاره. وبتوصل مريم على المكان اللي هتقابل فيه ياسمين، وبيمثل زياد انه هناك بالصدفه، وبيقعد عشان يتكلم معاها وبيجبرها انها تشرب لحد ما بتتعب جدا وبتدخل الحمام ترجع. وبتتصل بفيروز عشان تجي لها وبتحكي لها ان عمر طلقها، لكن قبل ما تقول على المكان اللي هي فيه دلوقتي بيفصل تليفونها. فبتروح فيروز على الفندق عشان تتخانق مع عمر، وبتفضل تزعق فيه عشان ساب بنتها وطلقها، مع ان هو اللي شخص كذاب وفضل يخدعهم طول الفتره دي. وبتفضل تساله عمل كده ليه لحد ما بيطلع عن شعوره وبيعترف لفيروز انه بيحبها. فبتتصدم فيروز اللي بتكون مش فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل، وبعدها بتحصل بينهم علاقه. وبكده بيكون عمر وقع في الخطيئه مع مراته. نص الليل بتتفاجئ فرح بزياد داخل عليها البيت ومعاه مريم اللي بتكون فاقده الوعي، وبيقول انها تعبت وانه جايبها هنا لحد ما تبقى كويسه. وبالرغم من ان فرح عارفه ان زياد
معجب بمريم لكنها بتوافق انها تبات عندهم. وبيتصل زياد بخاله عزت وبيحكي له اللي حصل، فبيخاف عزت على بنته وبيطلب من زياد يروح ياخده دلوقتي حالا. وفي الفندق بتكون فيروز حابسه نفسها في الحمام ومنهاره بسبب اللي عملته، وبيكون عمر هو كمان منهار ومش عارف يتصرف ازاي. وفجاه بيخبط باب الاوضه فبيسيب فيروز محبوسه في الحمام وبيروح يفتح وهو مرعوب، وبيكتشف ان اللي بيخبط هو عزت وبيكون جاي يتكلم معاه بعد اللي حصل يومين اللي فاتوا. وبيقرر عزت يعترف بالسر اللي بينه وبين فيروز من زمان، والسر ده هو ان مريم مش بنت فيروز، وان عزت كان متجوز واحده وبمجرد ما خلفت مريم ماتت على طول. وبعدها شاف ان فيروز انسب واحده تربيها، ومن اليوم ده وهم مخبين السر بينهم هما الاثنين، وحتى مريم نفسها ما تعرفش الحقيقه. وبعدها بيغير عزت الموضوع وبيقول ان كل الرجاله بتغلط، لكن الصح هو انهم ما يفرطوش في زوجاتهم مهما حصل، وحتى لو غلط لازم يبقى شاطر ويعرف يخبي غلطاته دي. واثناء ما هما بيتكلموا بيلمح حلق واقع على الارض لكنه مش بيبقى عارف ان ده حلق فيروز، وبيستنتج ان عمر مع واحده في الحمام، فبيطلب منه يمشي البنت دي ويروح يعتذر لمريم ويرجعها. وبعدها بيمشي وبيسيبه وبينزل لزياد اللي بيكون مستنيه تحت وبيحكي له اللي حصل. وبيكون عزت مصر يعرف مين البنت اللي فوق دلوقتي وبيقرر يمشي ورا الموضوع. وبعدها بشويه بتخرج فيروز من الفندق وبتروح بيتها وهي منهاره. وتاني يوم الصبح بتصحى مريم من نومها في بيت زياد وبتتصل بواحده صاحبتها عشان تيجي وتاخدها للبيت، وهناك بتلوم والدتها انها ما دورتش حتى عليها من امبارح. وبتكون مريم منهاره من كل اللي حصل وبتقرب من والدتها عشان تحضنها، لكن فيروز مش بتكون قادره تسامح نفسها وبتسيبها وبتطلع اوضتها. اما عمر فبيروح للدكتور النفسي بتاعه وبيكون متضايق من نفسه ومن انه بيبوظ حياته بايده، وبيفضل يزعق باعلى صوته ويقول ان كل الناس بقت تكرهه وانه بقى شخص وحيد، لدرجه انه بيتعصب على الدكتور نفسه وبينهي الجلسه وبيمشي. في الوقت ده بتتفاجئ سلمى بمكالمه من زياد وبيكون شاكك ان هي اللي كانت مع عمر امبارح في الاوضه، ولكن لما بيعرف انهم اتخانقوا وبعدها سلمى مشيت على طول بيحتار اكتر وبيكون نفسه يعرف مين البنت اللي كانت معاه. اما سلمى فبتغير على عمر وبتنزل من البيت وهي متعصبه عشان تروح تتخانق معاه. وبيوصل زياد على المصنع وبيدخل لمكتب خاله وبيكون مبسوط ان هو اللي هيدير المصنع لحد ما عزت يرجع، وكمان بيستغل الفرصه وبيتصل بمريم ويقنعها انهم يخرجوا سوا. وبتعرف فرح انه خارج مع مريم فبتتخانق معاه، وبيعرف ان هي اللي قالت لفيروز على موضوع جواز عزت فبيضربها، فبتخرج وبتسيب له البيت بدون ما حتى تقول هي رايحه فين. وبتقرر انها تروح تحكي لفيروز اللي حصل، لكن بتلاقيها قاعده في اوضتها منهاره. وبتفضل فرح تحكي اللي حصل لحد ما بتكتشف ان فيروز فقدت الوعي وهي قاعده جنبها، وبتلمح علبه المهدئ جنبها وبتفهم انها خدت منها كميه كبيره، فبتاخدها فرح بسرعه وبيجروا على المستشفى. وبيخرج عمر من الفندق وبيقرر انه يروح يقعد في شقته القديمه كام يوم، وبتفضل ذكرياته مع والده طرده وبيكون مش قادر يخلص منها. وبيتصل بهايدي وبيطلب منها انهم يتقابلوا عشان يعتذر لها عن اللي حصل، وفعلا بيتقابلوا وبيبان ان هايدي معجبه بيه من زمان ومع ذلك مش بتقول اي حاجه. واثناء ما هم قاعدين يتكلموا بيجي لعمر تليفون وبيبلغوه ان زوجته عملت حادثه، فبيوصل للمستشفى وهو مصدوم. وهناك بيكتشف انهم كانوا يقصدوا سلمى وبيعرف انها كويسه ولكنها مش هتفوق غير تاني يوم. وعلى غير المتوقع بيقرر انه يبات جنبها في المستشفى لحد ما تفوق. وفي تاني يوم بتفوق سلمى وبتفرح لما بتعرف ان عمر بات معاها وبتطلب منه يسامحها ويرجع لها وبتوعده انها تتغير. والغريبه ان عمر بيوافق وبياخدها عشان يخرجوا من المستشفى، لكن بتتصدم لما بتشوف ممرضين على باب المستشفى جايين عشان ياخدوها. وبتستنتج ان عمر قرر يحبسها في مصحه لحد ما تتعالج من الادمان. وبتفضل سلمى تصرخ وهم بياخدوها وبيكون عمر متاثر من اللي بيحصل. وبتفوق فيروز في المستشفى على عيلتها وهم متجمعين حواليها، وبيتكلم معاها عزت على انفراد وبيقول انه مش هيقدر يخسرها عشان خاطر مريم مش اكتر. فبتقول فيروز انها مش عايزه منه حاجه غير انه يبعد ياسمين عن بنتها. وفي الوقت ده بتكون مريم واقفه بره وتتعب فجاه وبتفقد الوعي، فبيكشف عليها الدكتور وبيبلغهم انها حامل. وبيكونوا كلهم فرحانين بالخبر باستثناء فيروز واللي بتكون مصدومه. وبيروح عزت للمصنع وبياخد معاه زياد، وهناك بيزعق له قدام الناس بعد ما عرف ان فرح عرفت منه خبر جوازه وهي اللي بلغت فيروز. وبيقرر انه يعاقب زياد فبيطرده من المصنع. وبيكون زياد مش عايز يمشي وده لانه جزء كبير من المصنع من نصيب والدته، لكن عزت مش بيديله فرصه يتكلم وبيطرده. وفي الوقت ده بتروح مريم لعمر في العياده وبتقول انها مسامحاه، وبعدها بتبلغه انها حامل وبتطلب منه يكون جنبها وما يسيبهاش. فبيتاثر عمر بالخبر جدا وبيقرروا انهم يرجعوا لبعض. وبياخدها عمر لشقته القديمه وبيقول انه مش هيقدر يقعد في الفيلا عندهم تاني، وبيقترح عليها انهم يسافروا بلد تانيه ويبداوا حياه جديده مع بعض. في الوقت ده بتخرج فيروز من المستشفى، لكن بمجرد ما بتشوف ياسمين في بيتها وبتعرف انها جايه تعيش هنا عشان تغيظها بتلم فيروز شنطه هدومها وبتاخد فرح اللي جايه معاها من المستشفى وبيمشوا. وبترجع فيروز لبيتها القديم اللي كانت عايشه فيه زمان مع اهلها، وبتقرر انها تقعد فيه هي وفرح لحد ما يعرفوا يعملوا ايه بالظبط. وبعدها بشويه بتوصل مريم لبيتها وبتكون رايحه تاخد حاجاتها من هناك، فبتستقبلها ياسمين وبتحكي لها بطريقه مستفزه انها اتجوزت والدها وبتحاول تكسب مريم في صفها وبتطمنها ان ده هيخلي علاقتهم احسن. وفي الوقت ده بيوصل عزت على البيت وبيعرف ان ياسمين جت تعيش في البيت، وبيشوف مريم وهي خارجه من البيت منهاره ولكن مش بيحاول يعمل حاجه وبيدخل اوضته وبيقفل على نفسه. وبتقرر مريم انها تعيش مع عمر في شقته لحد ما يقرروا هيعملوا ايه. طول الوقت ده بتحاول انها توصل لفيروز لكنها مش بترد عليها. وبعدها بكام يوم بيقرر الزوجين انهم يسافروا يعيشوا بره، وبيروح عمر عشان ياخد حاجته من العياده وبيبلغ هايدي بقراره، وبيبان انها متاثره لكن مش بتقول حاجه عن مشاعرها ناحيته. وبعدها بيرجعوا للبيت وبيوضبوا شنطهم عشان يسافروا تاني يوم الصبح. وفي اليوم ده بتحس فيروز بالتعب فبتجيب اختبار الحمل وبتتصدم لما بتعرف انها حامل. وفي نص الليل بتتصل بعمر وبتطلب منه انها تقابله ضروري، فبيتسحب عمر عشان يلبس وبينزل يقابلها. بس مريم بتحس بيه وبيكذب وبيقول ان في حرامي دخل العياده وانه راح يشوف في ايه. وبيقابل فيروز وبيقعدوا يتكلموا في العربيه، وبتحكي فيروز انها حامل وبتكون متاكده انها حامل منه هو، وبتكون مستغربه ازاي حامل، وده لان بقالها اكتر من 20 سنه بتحاول تخلف من عزت لكن بتفشل، وعزت اصلا ما لمسهاش بقاله 3 سنين. وان زمان عزت قال لها ان الدكاتره قالوا ان عندها مشكله وعمرها ما تكون ام، وبالرغم ان حلم حياتها تكون ام لكن مش بتعرف تفرح انها اخيرا بقت حامل. وبيقرر عمر انه يؤجل سفره لحد ما المشكله دي تتحل، وبيطمنها انه مش هيسيبها تواجه كل ده لوحدها. وفي اليوم ده بيروح زياد يقابل ياسمين في كافيه وبيجبرها تمضي على عقد تنازل عن نصيبها في الشقه، وبيتحجج انه محتاج قرض
ومش هيقدر ياخده غير بضمان الشقه. وبيقول ياسمين انها تقدر تعوض الخساره دي وتضحك على عزت وتاخد منه اي حاجه تانية. وبعدها بيبعت لفرح رساله وبيعتذر لها وبيطلب منها انهم يرجعوا، ولان فيروز بتكون عايزه فرح تمشي قبل ما تعرف انها حامل، فبتروح تتكلم معاها وبتقنعها ترجع لجوزها. وتاني يوم الصبح بيروح عمر وفيروز للدكتور، وبيكشف الدكتور على فيروز وبيعرف انها سليمه وما عندهاش اي مشكله في الخلفه. وبتتصدم فيروز، وده لان عزت طول الوقت كان بيخليها تعمل تحاليل ويرجع من عند الدكتور يبلغها انها ما بتخلفش. وبتستنتج ان عزت طول السنين دي كان بيكذب عليها، لكن مش بتعرف هو عمل كده ليه. وبعدها بيقعد عمر مع الدكتور وبيساله لو في طريقه ينزلوا بيها الطفل، لكن الدكتور بيصدمه وبيقول ان ده هيكون خطر على فيروز وعلى صحتها. ومع ذلك لما بتعرف فيروز بكلام الدكتور بتصر انها تنزل الطفل، وبتكون شايفه ان الموت في الحاله دي احسن من الفضيحه. وبتتفق مع عمر انه يعدي عليها بالليل ويروحوا لدكتور معين يعمل لها العمليه. في الوقت ده بتتصل مريم بهايدي عشان تعرف اخر الاخبار، وبتكتشف ان عمر كان بيكذب عليها وان مفيش حرامي دخل العياده ولا حاجه، فبترجع تشك فيه من تاني وبتخاف لحسن يكون بيخونها. وبعد تفكير كتير بتتصل بزياد عشان يتقابلوا، وبتطلب منه يراقب عمر ويقول لها كل تحركاته، وبتقول انها شاكه انه بيخونها وعايزه اتاكد، ولان زياد اصلا بيحبها ونفسه يخلص من عمر فبيوافق فورا وبيتمنى ان شكوكها تكون حقيقيه. وفي الوقت ده بتكون العلاقه ما بين ياسمين وعزت بدات تتوتر، وبيكون عزت حاسس بغلطته وبدا يكره ياسمين ويعملها وحش. وبالليل بيقف عمر يستنى فيروز على اول الحاره عشان يروح للدكتور، وبتنزل فيروز من بيتها وهي منتقبه عشان لو حد شافها ما يقدرش يعرفها. وفي الوقت ده بيكون زياد بيراقبهم وبيخمن ان عمر بيخون مريم مع البنت دي، وانهم بيتقابلوا في مكان معين عشان ما حدش يشوفهم. وبيفضل ماشي وراهم لحد ما بيوصلوا لعماره صغيره وبيدخلوها، وبتكون عياده الدكتور اللي هيعمل لها العمليه في الشقه دي. لكن زياد مش بيفهم كده وبيكتفي بانه شافه مع واحده وتاكد انه بيخون مريم، وبعدها بيمشي على طول. وبتدخل فيروز عشان الدكتور يعمل لها العمليه، لكن مش بتقدر تستحمل، وعلى اخر لحظه بترجع في كلامها وبتخرج من العياده وهي منهاره. فبيحترم عمر قرارها ومش بيلومها عليه. وفي الوقت ده بيكون زياد راح يقابل ياسمين في نفس الشقه اللي بيتقابلوا فيها دايما، وبتحكي ياسمين عن معامله عزت ليها اخر فتره، وبتقول انها عايزه تخلف منه عشان تجبره يعيش معاها طول الوقت. لكن زياد بيصدمها وبيقول ان عزت بعد ما خلف مريم عمل عمليه وبقى ما بيخلفش. وبنعرف ان عزت طول السنين دي بيكذب على فيروز ومفهمها ان المشكله عندها هي عشان ما تفكرش تسيبه او تطلب الطلاق. وفي نفس الوقت بتكون فيروز قاعده مع عمر في العربيه وبيفكروا، وبعد تفكير كتير بتقرر فيروز انها تحتفظ بالطفل وترجع لعزت وتقنعه ان الطفل ده ابنه. وبالرغم من اعتراض عمر على اللي بيحصل، لكن فيروز بتكون مصره وبتقول ان مفيش قدامهم حل تاني. وبعدها بشويه بيرجع عمر على شقته، وهناك بتكون مريم قاعده مستنياه وبتساله هو ليه كذب عليها واخترع قصه الحرامي، لكن عمر بيرفض يحكي اي حاجه وبيتحجج ان عنده مشاكل وما كانش عايز يشغلها. وتاني يوم بترجع فيروز على الفيلا، وبيكون عزت فرحان جدا برجوعها لدرجه انه بيزعق في ياسمين قدامها وبيجبرها تسيب لفيروز اوضتها وتاخد اي اوضه تانية. وبعدها بيقعد عزت مع فيروز وبيعتذر لها، فبتمثل انها مسامحاه وبتقول له انه وحشها جدا وما قدرش تفضل بعيد عنه اكتر من كده. وبالليل بيروح عمر عشان يقابل هايدي تحت بيتها، وبيتخانق معاها انها حكت لمريم كل حاجه وبيحملها مسؤوليه خناقته معاها. فبتدافع هايدي عن نفسها وبتقول انها ما كانتش تعرف انه عايز يخبي، والاول مره بتقرر انها تعترف له بمشاعرها، وبتلمح بانها بتحبه من زمان وعمرها ما قدرت تشيله من دماغها. لكن بعدها على طول بتقول ان دي غلطتها، وده لان عمر عمره ما قال انه بيحبها او حتى وعدها بحاجه. وفي نفس الوقت بيتصل زياد بفرح وبيصالحها وبيطلب منها تبعت له عنوانها عشان يجي ياخدها ويرجعوا بيتهم. وبيتصدم لما بيلاقي ان ده نفس العنوان اللي عمر كان فيه لما راح يقابل البنت المنتقبه، فبيخمن ان البنت المنتقبه هي نفسها فرح وانها بتخونه مع عمر. وبيفضل يضرب فيها في نص الشارع لحد ما الناس بتتلم وبيشيلوها من تحت ايده بالعافيه. وبترجع فرح للفيلا وهي منهاره وبتقعد تتكلم مع فيروز وبتقول ان زياد ضربها بسببها. وبتصرح فيروز انها شافتها في اليوم ده وهي نازله بالنقاب، وبتطلب منها تقول لزياد الحقيقه وان هي اللي كانت مع راجل غريب يومها، والا فرح هتقوله بنفسها وتفضحها. وفي نفس الوقت بيقرر عمر انه يروح يزور والدته ناديه في شقتها الجديده، وبيتردد كتير قبل ما يدخل شقتها، لكن في النهايه بيقرر يدخل وبيعاتبها على كل اللي عملته فيه، وبيقول انه مش قادر يسامحها بسبب انها كل فتره كانت بترتبط بشاب جديد تجيبه البيت عشان يتعرف عليه. فبتدافع ناديه عن نفسها وبتقول انها ما غلطتش وانها كانت بتتجوز بشكل رسمي وعمرها ما عملت حاجه غلط. وبتطلب من عمر يكون شجاع مره واحده في حياته ويتحمل مسؤوليه قراراته ويبطل يلومها على فشله. وبتطلب منه كمان انه يسامحها، لكن عمر بيسيبها وبيمشي بدون ما يقول اي حاجه. وبالليل بتكون فيروز قاعده في اوضتها منهاره ومن كتر العصبيه بتمسك الكوبايه اللي في ايدها وبتكسرها، فبتجري ياسمين وام زينب عشان يطمنوا عليها، لكن فيروز بتسيبهم في الاوضه وبتخرج تقعد في الجنينه. وفي الوقت ده بتلمح ياسمين التحاليل اللي موجوده في شنطه فيروز. وبعد شويه بترجع مريم للبيت وبتعاتب فيروز انها سابتها طول المده دي وما كانتش حتى بترد عليها. وبيرجع عزت من بره وبيتاثر لما مريم بترفض تسلم عليه، وعشان يصالحها بيروح لياسمين اللي بتكون واقفه تتفرج عليهم من بعيد وبيطلقها، وبيأمرها كمان تاخد حاجتها وتسيب البيت فورا. وبعدها بشويه بترجع مريم على الشقه وبتتصل بعمر تقول له انها تلم حاجتها وتسيب البيت، لكن عمر بيبلغها انه في الطريق وبيطلب منها تستناه يرجع ويتكلم معاها. وبعدها بتتفاجئ مريم بحد بيخبط على الباب وبتكتشف انه زياد وبيبان عليه انه سكران. وبيوصل عمر في الوقت المناسب للبيت وبيشوف زياد وهو بيحاول يعتدي على مريم، وبيفضل عمر يضربه لحد ما زياد بيخرج بالعافيه من تحت ايده، وبيقول ان مريم مش احسن من فرح في حاجه وانه كان بيحاول ينتقم منه. وبعدها بيجري بسرعه على عربيته وبيقرب عمر من مريم وبيحاول يهديها، ولما بتساله زياد يقصد ايه بالظبط بيحلف لها انه مش فاهم حاجه وانه ملوش علاقه بفرح اصلا. لكن المره دي مريم مش بتصدقه وبتقول انها مش هتقدر تستحمل كدب اكتر من كده وهترجع لفيلا تاني يوم وتعيش مع اهلها. وتاني يوم الصبح بيروح عمر وبيعمل في زياد محضر تعدي، وبعدها بشويه بتتصل فيروز على عمر وبتحكي له ان زياد كان بيراقبهم وحاليا بيدور وراه وعايز يعرف مين البنت المنتقبه اللي كانت معاه. وبيرجع زياد على الشقه وبيلاقي ياسمين قاعده هناك وبتحكي له ان عزت طلقها ومش لاقيه مكان غير هنا تقعد فيه. واثناء ما زياد بيحكي لها عن اللي حصل بتوصل له رساله من فرح بتقول فيها ان في محضر جاله البيت عشان في حد عمل فيه محضر. وبعدها بتقول ياسمين انها شافت تحاليل حمل في شنطه فيروز، لكن التحاليل بتكون باسم واحده غريبه. وبيشك زياد
زياد ان الواحده دي تكون هي فرح، وبيكون عايز يروح يقتلها، لكن ياسمين بتهديه وبتقنعه يستنى لحد ما يتاكدوا، وبتاخده وبيروحوا للعماره اللي عمر دخلها مع البنت المنتقبه، وبيروحوا للدكتور اللي هناك وبيديله زياد رشوه عشان يحكي اللي حصل. فبيحكي الدكتور ان البنت المنتقبه كانت جايه تنزل الطفل، لكن على اخر لحظه رجعت في كلامها. وفي اللحظه دي مش بيقدر زياد يمسك نفسه وبيجري على شقته وبيفضل يضرب في فرح لحد ما بتعترف له ان فيروز هي اللي كانت مع عمر، وبتقول انها شافتها بنفسها وهي لابسه النقاب. في الفتره دي بتكون سلمى لسه في المصحه، وفي يوم بتكون قاعده في جلسه علاج جماعي، والاول مره بتقرر تحكي عن نفسها وبتقول انها بتحب عمر جدا ومش هتسيبه مهما حصل. وبنعرف انها كانت مدمنه من قبل جوازهم ولكن بطلت، وبعد الجواز بدا عمر يشتغل عندها وكان بيسيبها بالايام قاعده لوحدها، ومن كتر خوفها من الوحده ومن مسؤوليه تربيه طفل ضعفت ورجعت للمخدرات. ولكن بمجرد ما خدت اول حقنه مات الجنين في بطنها. وبعد الجلسه بتكون سلمى قاعده لوحدها في الجنينه وبتستغل انشغال الممرضين بحاله جديده وصلت للمصحه وبتقدر انها تهرب منها. وبالليل بيوصل لفيروز رساله من رقم مجهول وبيقول انه عمر وانه عايز يقابلها بكره ضروري، وتاني يوم بتروح تقابله، لكن بتكتشف ان عمر وصلته وكمان رساله من رقم مجهول بيقول انه فيروز. واثناء ما هم بيحاولوا يفهموا اللي بيحصل بيوصل زياد وبيقول ان هو اللي عمل كده، وبيصارحهم ان عرف كل حاجه عن علاقتهم، وبيعرض عليهم انه ما يقولش حاجه لعزت مقابل انهم يساعدوه ياخد المصنع، وبيطلب من فيروز تتحايل على عزت يكتب المصنع باسمها وبعدها تتنازل عنه لزياد، وبيسيبهم عشان يفكروا وبيمشي. وبعد تفكير كتير بتقول فيروز ان مفيش قدامهم غير حل واحد وهم انهم يقتلوا عزت، لكن عمر بيعترض وبيطلب منها تهدى لحد ما يفكروا. وبيرجع زياد على بيته لكن بيتفاجئ ان فرح قافله الباب بالقفل وبترفض انها تدخله، وبتطلب منه يطلقها وده لانها مش هتقدر تعيش معاه بعد اللي حصل. وبيتلم الجيران وبيفضلوا واقفين لحد ما زياد بيحس بالاحراج وبيمشي، وبتيجي لياسمين مكالمه من والدها فبتتاثر جدا وبتقول له انه وحشها قوي ونفسها تشوفه، وبمجرد ما بتقفل معاه بتنهار وبتفضل تعيط. فبتشوفها سلمى اللي بتكون جت تقعد عندها بعد ما هربت من المصحه، وبيقعد الاثنين يتكلموا سوا، وبتحكي ياسمين عن ماضيها وبتقول انها كانت بتحب والدها جدا وما كانتش بتثق في حد غير فيه لحد ما سابها وسافر وما بقاش يكلمها غير مره كل سنه. فبتستنتج سلمى ان ياسمين بتعاني من مشكله نفسيه وانها بتحاول دايما تعوض غياب والدها عن طريق ارتباطها برجاله في سن والدها. وبتبدا سلمى هي كمان تتكلم عن ماضيها وبتقول ان عمرها ما شافت والدها ولا كانت تعرف عنه حاجه، وبيبان انها كانت بتعاني من زوج والدتها وانه كان راجل مش كويس. وبتقول ان عمر هو الوحيد اللي حبته واللي قدر تحس معاه بالامان. واثناء ما هم بيتكلموا بيوصل عزت وبياخد ياسمين على جنب عشان يتكلموا، وبيقول انه غلط كتير زمان ومش مستعد يعمل كده تاني وعشان كده طلقها واختار الحاجه اللي هتريح بنته، وبيطلب منها ترجع له الشقه اللي خدتها، لكن ياسمين بترد عليه وبتقول انها ما بقتش بتاعتها. وفي اللحظه دي بيرجع زياد من بره وبيقول انها بقت شقته هو، وبيواجه كلامه لعزت وبيقول انه مش هيرتاح غير لما ياخد المصنع عشان يرجع نصيب امه اللي عزت ضحك عليها وخده منه زمان. وبالليل بيرجع عزت للفيلا وهو متضايق، وبعد اللي شافه من ياسمين بيحس بقيمه فيروز وبيقول لها انها ست طيبه وبيشكرها انها استحملته طول السنين دي. فبتستغل فيروز الفرصه وبتقول له انها حامل منه، وبتلاحظ ان ملامح وشه اتغيرت وبيبارك لها، وبعدين بيخرج وبيسيبها وبيروح للدكتور اللي عمل له العمليه زمان وبيساله لو في احتمال يخلف، لكن الدكتور بياكد عليه ان بعد العمليه دي مش ممكن يخلف بشكل طبيعي مهما حصل. فبيخرج عزت من عنده وهو مصدوم وبيستنتج ان فيروز بتخونه، وبياخد المسدس بتاعه وبيروح يقعد في مكتبه في المصنع. وفي الوقت ده بيكون عمر قاعد في بيته وبتتصل بيه فيروز وبتحكي له انها قالت لعزت، لكن رد فعله كان غريب، فبيزعلها عمر انها اتصرفت من دماغها وبيطلب منها تجيله شقته حالا عشان يفكروا. وبعدها بشويه بيتفاجئ بسلمى جايه له البيت، وكالعاده بتترجاه يرجع لها وبتوعده انها تتغير. فبتوصل فيروز وبتتوتر لما بتشوف سلمى عنده وبتكون عايزه تمشي وتسيبهم يتكلموا، لكن عمر بيطرد سلمى وبيقول ان هي اللي لازم تمشي. وبترجع سلمى للشقه، لكن بما انها بقت شقه زياد فبيتخانق معاها وبيطلعها من بيته بالعافيه، وبتنهار سلمى اللي مش بيكون عندها مكان تاني تروحه. وبعد تردد كتير بتقرر انها تروح تقعد عند مجدي زوج والدتها واللي بيكون مستولي على شقه والده سلمى من بعد ما ماتت، وكمان متجوز وعايش فيها مع مراته وعياله. وبيكون مجدي رافض يدخلها، لكن سلمى بتدخل تجري على اوضه بنته الصغيره وبتقفل على نفسها وبتتحايل عليه يسيبها يومين لحد ما تلاقي مكان تاني تقعد فيه. فبتتعاطف مع زوجته وبتقنعه يوافق. وفي الوقت ده بيقعد عمر وفيروز يتكلموا وبيعترف لها عمر انه بيحبها وان اللي بينهم مش مجرد غلطه، وبيقول انه طلق مريم لما بدا يحس بمشاعر ناحيتها وحس انه بني ادم وحش، وبيقترح عليها انها تتطلق من عزت وتسافر معاه لاي بلد يعيشوا فيها. لكن فيروز بتكون رافضه تسيب مريم بالرغم انها متاكده انها مش بنتها، تختار انها تعرض حياتها للخطر في مقابل انها تفضل جنب مريم. في الوقت ده بتروح مريم لوالدها في المصنع عشان تتكلم معاه، لكن عزت بيفاجئها وبيقول انه ناوي يكتب كل حاجه باسمها، ولما بتساله عن السبب بيقول ان فيروز بتخونه وانها حامل من حد غيره، وبيقول انه مش ناوي يسيب حاجه لفيروز او لابنها. ولما بيلاقي مريم مصدومه في والدتها بيصارحها ان فيروز مش والدتها ولا حاجه وبيحكي لها اللي حصل زمان. فبتخرج مريم من عنده منهاره ومش بتلاقي حد تشتكي له، فبتقرر تروح لعمر شقته. وبمجرد ما بيسمع عمر وفيروز الباب وهو بيخبط بتدخل فيروز تستخبى في المكتب وبتحكي مريم عن اللي عرفته وهي منهاره. فبيرد عليها عمر وبيقول انه كان عارف انها مش بنت فيروز وبيكون على وشك انه يحكي لها الحقيقه كلها، لكن فيروز بتخاف على بنتها من الصدمه فبتخرج من اوضه المكتب وبتحاول تسكته وبتكون عايزه تاخد بنتها وتمشي، لكن مريم بتبقى متفاجئه وبتسالها هي بتعمل ايه هنا، ولما مش بيرد بتفتكر كلام والدها وبتستنتج ان عمر وفيروز على علاقه ببعض وانها حامل منه، وبتفضل مريم تزعق وهي منهاره لحد ما بتفقد الوعي. فبياخدها عمر للسرير عشان ترتاح. وبعد اللي حصل بيقعد عمر وفيروز على الارض وبيفضلوا باصين لبعض وبيحاولوا يستوعبوا المصيبه اللي هم فيها. وتاني يوم الصبح بتفوق مريم وبتاخد السكينه وبتبقى عايزه تاذي نفسها، وبيحاول اتنين انهم يوقفوها. فبتسالهم هم ازاي عملوا فيها كده وازاي كل واحد فيهم قدر يخونها مع انهم كانوا اقرب ناس ليها. وبتقول انها لما عرفت ان في واحده مع عمر في الفندق شكت في كل الناس الا فيروز. فبتحاول مريم تتصل بوالدها عشان يجي ياخدها، لكن عمر بياخد منها التليفون وبيقفل السكه بسرعه. وبعدها بياخد السكينه من ايد مريم وبيحبسها في الاوضه قبل ما تاذي نفسها وتاذي حد فيهم. وبيتفاجئ ان عزت بيرن عليه فبيرد عليه عمر وبيمثل ان كل حاجه كويسه. وفي الوقت ده بيكون عزت قاعد مع المحامي
المحامي وبيتنازل عن كل حاجه لمريم، وبعدها بيدخل الحمام وبالصدفه بيشوف قدامه نفس الحلقه اللي كان مرمي على الارض في الفندق لما راح لعمر، وبيستنتج ان فيروز بتخونه مع عمر جوز بنته. في الوقت ده بيجي لزياد مكالمه من المحامي بيبلغه فيها ان عزه تتنزل عن المصنع لبنته، فبيحس زياد انه خسر كل حاجه وبيخاف. وبعدها بيجي له رساله من فرح بتطلب منه يجي لها شقتهم، وهناك بتبلغه انها عامله له محضر بعدم التعرض عشان ما يفكرش يقرب منها او يضربها مره تاني. وبعدها بتقول له انها جايباه مخصوص عشان تطلب الطلاق، فبيعتذر لها زياد وبيكون مستعد يعمل اي حاجه عشان ترجع له، لدرجه انه لاول مره في حياته بيعيط وبيفضل يترجاها تكمل معاه. لكن فرح مش بتتاثر بكلامه وبتصر على الطلاق، فبيخرج زياد من عندها وهو مش عارف يعمل ايه. وبنرجع لعمر اللي بيبص وراه وبيكتشف ان فيروز فتحت الباب ودخلت لمريم الاوضه، وفجاه بيسمع صوت صرخه، ولما بيدخل الاوضه بيشوف مريم وهي واقعه على الارض ومقتوله، وبتكون فيروز ماسكه قطعه ازاز وايدها مليانه دم. بيفضل الاتنين مصدومين ومش عارفين يتصرفوا ازاي. فجاه بيخبط الباب، فبيبص عمر من العين السحريه وبيعرف انه محصل الكهرباء، وبيسيبه يخبط لحد ما بيتعب وبيمشي. وبعدها بيحاول عمر انه يتصرف، عشان كده بيمسك فيروز اللي بتكون فقدت احساسها بكل حاجه حواليها وبياخدها يغسلها ايديها من الدم. وبعدها بيلم كل اثار الجريمه من الشقه وبيحطها في كيس اسود وبيقفل تليفونه. وبعدها بيمسك تليفون مريم وبيرن على نفسه اكتر من مره. وبعدها بيبعت رساله من تليفون مريم لعزه والدها وبينتحل شخصيه مريم وبيقول ان زياد جالها البيت وبيحاول يتهجم عليها وبتطلب من والدها يلحقها فورا. وبيكون عمر قاصد يعمل كل ده عشان الشرطه تمسك زياد ويفتكروا ان هو اللي عمل كده. وبعدها بياخد فيروز وبيسيب باب الشقه مفتوح وبيمشوا، وفي الطريق بيرمي كل اثار الجريمه في صندوق زباله. وبعدها بياخد فيروز وبيوديها عند هايدي في شقتها، وبدون ما يحكي لهايدي اي حاجه بيطلب منها تاخد بالها من فيروز وبيقول ان عنده مشوار مهم وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده بتوصل لعزه رساله مريم، فبيجري على شقه عمر وهناك بيلاقي الشرطه ماليه المكان، وبيتصدم لما بيشوف بنته مقتوله ومرميه على الارض، وبيكون عايز يقرب منها ويحضنها لكن الشرطه بتمنعه وبيحاولوا يهدوه. وبعدها بشويه بيوصل عمر على شقته وبيمثل انه متفاجئ باللي بيحصل، لكن بعدها بيفضل باصص على جثه مريم وبينهار هو كمان، وبيساله الضابط عن اللي حصل، فبيقول عمر انه ما يعرفش حاجه وانه كان في العياده وقفل تليفونه. ولما خلص ومسك الموبايل عرف ان مريم حاولت تكلمه اكتر من مره. وبتخلص الشرطه معاينه المكان وبعدها بيروحوا يكملوا تحقيق في الاسم، وهناك بيوري لهم عزه الرساله اللي وصلت له. وبيعرف من الشرطه ان زياد حاول يتهجم على بنته من كام يوم وان عمر عمل له محضر بعدم التعرض، فبيتاكد اكتر ان زياد هو اللي عمل كده وبيكون نفسه ينتقم لبنته، وبيتم القبض على زياد واللي بيكون مش فاهم حاجه وبيفضل يسال هم قابضين عليه ليه. وبعدها بيتم التحقيق مع عمر بشكل رسمي، فبيأكد نفس الكلام اللي قاله قبل كده ومش بيزود حاجه عليه. وبمجرد ما بيخلص التحقيق بيتفاجئ بهايدي بتتصل بيه وبتبلغه ان فيروز تعبانه جدا وبتنزف، فبيجري على البيت وبيجيبوا لها دكتور وبيقول ان كل اللي هي فيه من اثار الصدمه. ولحد اللحظه دي بتكون هايدي مش فاهمه اي حاجه وبتبقى مخضوضه، فبيقول عمر ان مريم ماتت ومش بيقول اي تفاصيل. وبعدها بيدخلوا يطمنوا على فيروز اللي بتكون ما نطقتش باي كلمه من ساعه اللي حصل، وبتبدا فيروز تسترجع اللي حصل وقت موت مريم. وبنشوف ان فيروز دخلت لها الاوضه وقالت لبنتها انها مستعده تعمل اي حاجه عشان تسامحها، لكن مريم ردت عليها انها مش عايزه حاجه، ومن كتر العصبيه مسكت الازاز اللي جنبها ورمته على الارض، وبعدها مسكت حته ازاز وقتلت نفسها. وبتقرب فيروز من بنتها وهي بتحاول تستوعب الصدمه، فبتخرج الازاز من بطنها وهي مصدومه. وفي اللحظه دي بيدخل عليها عمر وبيشوف المنظر لكن مش بيفهم ايه اللي حصل بالظبط. وبنرجع للحاضر من تاني وبنشوف زياد وهو بيتحقق معاه وبيقول انه فعلا اتهجم على مريم من كام يوم، لكن يوم القتل هو ما جاش جنبها ولا شافها اصلا. وعشان ياكد كلامه بيقول ان في الوقت ده كان مع فرح في شقتهم وبيطلب من الشرطه تاخد اقوالها. وتاني يوم الصبح بتصحى فيروز من نومها مخضوضه وبيبان ان الصدمه اثرت عليها وانها حتى مش فاكره هي فين. وفي الوقت ده بيكون عمر واقف قدام بيت هايدي بعربيته ومن كتر التعب بينام بدون ما يحس ومش بيشوف فيروز وهي خارجه من البيت. وبعد شويه بتتصل بيه هايدي وبتقول انها صحيت ما لقتش فيروز في البيت. وفي نفس الوقت بيكون زياد لسه في القسم وبيستدعوا فرح عشان يحققوا معاها، فبيقابلها زياد قبل ما يدخل وبيترجاها تقول الحقيقه وبيقول ان براءته دلوقتي في ايديها ومفيش اي حد غيرها ممكن ينقذه. فبتقرر فرح تستغل الموقف لصالحها وبتجبره يتنازل لها عن شقتهم وكمان عن الشقه اللي خدها من ياسمين. وفعلا بيكون زياد مجبر وبيمضي لها على الورق بدون اي اعتراض. وبعدها بتدخل فرح للتحقيق لكن بتنكر ان زياد كان معاها في الوقت ده، وبتقول ان بقالها كذا يوم ما شافتوش وانها كانت عارفه انه بيحب مريم وعشان كده طلبت الطلاق. وبسبب كلامها بيتحول زياد للنيابه وبيكون هو المشتبه الرئيسي في القضيه. وفي وقت الترحيل بيكون عزت واقف قدام القسم، وبمجرد ما بيشوفهم وهم واخدين زياد عشان يرحلوا النيابه بيمسك تليفونه وبيعمل مكالمه سريعه، وفجاه بيتضرب نار على زياد وبيقع يموت في نص الشارع. وبعدها بيرجع عزت للفيلا وبيبدا تحضير للعزاء وبيفضل قاعد يعيط وما بيكونش مستوعب اي حاجه من اللي بتحصل. وفي الوقت ده بتكون سلمى لسه قاعده في بيت والدتها مع مجدي واسرته وبتتفاجئ ان كل العيله مسافرين، لكن مجدي على اخر لحظه بيقول ان جاله شغل ومضطر يقعد في البيت. فبتخاف سلمى على نفسها وبتجري تدخل الاوضه وبتحاول انها تستنجد بعمر لكنه مش بيرد عليها. وفجاه بيدخل عليها مجدي وبيعتدي عليها. وفي مكان تاني بتكون ياسمين صاحبه بنت جديده وفي وقت قليل بتكون قدرت تدخل بيتها وتقرب من والدها، وبيبان ان الاب بيحب ياسمين جدا لكن مش بيصرحوا بعلاقتهم قدام باقي العيله. وبتكون ياسمين مبسوطه انها اخيرا لقت حد تاني تحبه وتحس معاه بالامان. وبترجع فيروز على الفيلا فبتسندها ام زينب عشان تاخدها اوضتها، لكن فيروز بتدخل اوضه بنتها وبتنام على سريرها. وبالليل بتصحى من النوم وبتلاقي الناس في البيت عشان العزاء، وبتكون فيروز مصدومه ومش فاكره اي حاجه وبتفضل تسال عزت عن الشخص اللي مات لكنه ما بيردش عليها. فبتروح لعمر عشان تساله وبيبان انه متعاطف معاها ومش عارف يقول لها ايه، فبتاخدها ام زينب للاوضه عشان ترتاح. وبيقرب عزت من عمر وبيديله الحلقه اللي لقاه وسط حاجه فيروز، فبيستنتج عمر ان هو متكشف ومش بيقدر يرد عليه. وبعد العزاء بيخرج عزت من الفيلا وبيفضل يتمشى في الشوارع وهو منهار. وبعد شويه بيروح القسم وبيعترف ان هو اللي حرض شخص على قتل زياد، فبيتسجن عزت 4 ايام على ذمه التحقيق. وبتخرج سلمى من البيت وهي منهاره بسبب اللي حصل وبتقعد في جنينه في نص الشارع وبتكون مش عارفه تعمل ايه ولا تروح فين. فبتبعت رساله صوتيه لعمر تشكره فيها عن كل اللي عمله وبتقول ان هو الشخص الوحيد اللي حبها عشان كده ما كانتش قادره تنساه وتكمل حياتها من غيره. وبعدها بتقفل معاه وبتاخد جرعه المخدرات بتاعتها
ساعتها وهي قاعده في الشارع. اما فرح فبتكون مبسوطه باللي وصلت له وبتجمع كل صور زياد واي حاجه تخصه وبتحرقها عشان تقفل صفحه زياد للابد. وتاني يوم بيقرر عمر يبيع شقته وبتيجي بنت عشان تتفرج على الشقه وتشتريها، واثناء ما هو قاعد مستنيها بيسمع الرساله الصوتيه بتاعت سلمى وبيتاثر بكل كلامها وبيزعل لما بيعرف انها رجعت لزوج والدها. وبعدها بيمضي عمر على ورق بيع الشقه وبيمشي وبيقرر يروح يقعد عند والدته في شقتها وبيحكي لها اللي حصل معاه الفتره اللي فاتت وبيكون منهار وبيبقى شايف نفسه شخص مش كويس وانه مؤذي لكل اللي حواليه. فبتقول لوالدته ان الشخص المؤذي عمره ما بيشوف نفسه وحش وانه طالما فعلا حاسس بكده يبقى الشخص كويس حتى لو ظلم حد في حياته. وبعدها بينزل عمر من عندها وبيقرر يروح لسلمى في بيت والدتها عشان يعتذر عن كل اللي عمله، وبيتصدم لما بيعرف انها ماتت بجرعه مخدرات زياده وبيقعد في العزا وهو مش مستوعب اللي بيحصل. وبيفوق على صوت بنت مجد الصغيره واللي بتكون عارفاه وبتقول له ان سلمى حكت لها عنه كتير وقالت انه اطيب شخص هي عرفته. فبيتاثر عمر وبيحضن الطفله وبعدها بيرجع عمر لبيت والدته وبيحكي لها. تفضل والدته حاضناه وهي حزينه عليه وعلى كل اللي بيمر بيه. وفي نفس الوقت وفي مكان تاني بتكون فيروز نايمه في اوضه بنتها وبتتخيل ان بنتها لسه عايشه وانها نايمه في حضنها دلوقتي. وتاني يوم الصبح بيقعد عمر يفطر مع والدته وبتكون عارفه انه بيحب فيروز بعد كل اللي حصل وبتقنعه انه يكلمها او على الاقل يبلغها انه مسافر. فبيقتنع عمر بكلامها وبيقرر يكلمها وبترد عليه فيروز وهي مبسوطه وبتقول له انها كانت قاعده تتفرج هي ومريم على صورهم القديمه، لكن عمر بيصدمها بالحقيقه وهي ان مريم ماتت. وعشان يقنعها بكلامه بيطلب منها تدي التليفون لمريم. فبتمد فيروز ايدها بالتليفون وفي اللحظه اللي بيقع فيها التليفون من ايدها بتنهار وبتبدا تستوعب ان مريم خلاص ما بقتش موجوده. وبتفضل شويه في الحاله دي لحد ما بتفوق وبتجهز عشان تخرج وبتبلغ ام زينب انها تسافر كام يوم مع اصحابها وبتطلب منها ترجع لبيتها وعيالها وتسيب الفيلا. وبعدها بتروح لعزت في القسم وهناك بتعاتبه على كل اللي عمله فيها خصوصا انه حرمها من الامومه وفضلت طول السنين دي فاهمه ان المشكله فيها هي. لكن عزت وبالرغم من كل اللي حصل بيكون مش حاسس بالندم وبيقول انها تستاهل كل اللي شافته وانه مش ندمان على حاجه. فبتقول له فيروز انه شخص ظالم وانه ظلم كل اللي حواليه حتى زياد وبتصدمه ان زياد مش هو اللي قتل مريم وبتسيبه وتمشي وهو هيموت ويعرف مين اللي قتل بنته. وفي الوقت ده بيكون عمر لسه قاعد مع ناديه والدته بيعتذر عن قسوته معاها طول السنين اللي فاتت وبيقول انه كان غلطان، بيطمنها انها ما عملتش حاجه غلط وان هو بس اللي كان مصمم يظلمها. وبعدها بيقول انه قرر يسافر ويبدا حياته في بلد جديده وبالرغم من ان والدته بيكون نفسها يقعد معاها لكن بتسيبه يعمل اللي هو عايزه. وبتغير الموضوع وبتقول انها حلمت له حلم حلو وانه كان قاعد مع ست جميله وكانوا مبسوطين جدا وحواليهم شموع. واثناء ما هما بيتكلموا بيتفاجئ ان فيروز بترن عليه فبتخمن ناديه ان فيروز هتكون من نصيب عمر وبتطلب منه يرد بسرعه. وبتقول فيروز انها عايزه تودعه لاخر مره وبتطلب منه يجي لها الفيلا بالليل يتعشوا سوا وبتوعده ان دي هتكون اخر مره. وبيجهز الاثنين للعشاء وبيكون عمر مبسوط انه هيشوفها قبل ما يسافر. وبالليل بيوصل للفيلا وبتستقبله فيروز اللي بتكون مجهزه ترابيزه مخصوص ليهم في الجنينه وبتقول ان كل حاجه جاهزه وانها محضره الاكل وكمان الشموع جاهزه. وبيقعد الاثنين عشان ياكلوا لكن قبلها بيفتح كل واحد فيهم قلبه وبيحكي عن مشاعره وبياكد عليها عمر انه ما كانش بيضحك عليها ولا حاجه وانه بيحبها فعلا وعمره ما قصد يستغلها ولكن يقول انه بدون ما يقصد اذى كل الناس اللي بيحبوه ودمر لهم حياتهم. وبيقول انهم فعلا غلطوا غلطه كبيره وبيطلب منها تسامح نفسها حتى لو مش هتقدر تسامحه وده لانه كده كده مش قادر يسامح نفسه. وبيتمنى ان ماضيه كان يبقى مختلف وان والده ما كانش مات وسابه وهو صغير عشان والدته ما تتجوزش رجاله اصغر منها وتخليه يضطر يسيب البيت ويدور على اي بنت يتجوزها. وبيتمنى كمان ان علاقته مع سلمى كانت نجحت عشان وقتها ما كانش هيدور على بنت اصغر منه ويقنع نفسه انه بيحبها وان العلاقه دي هتنجح وبالتالي ما كانش هيحب مريم ولا هيعرف فيروز ولا اي حاجه من دي كانت هتحصل. وبيفضل عمر يأنب نفسه كتير وبعدها بيبدا انه ياكل. في الوقت ده بتبدا فيروز هي كمان تتكلم وبتقول ان عمرها ما اذت حد ولا كانت عايزه تبوظ حياه اي شخص وبتستغرب ازاي غلطه واحده ممكن تدمر حياه شخص بالكامل. وفي اللحظه دي بيبدا عمر يحس بوجع في بطنه وبيستنتج ان فيروز حاطه له السم في الاكل وبيقع على الارض وبيموت. فبتاكل فيروز هي كمان بسرعه وبتقول انها حاولت كتير تكرهه بس ما عرفتش وبعدها بتقع وبتموت جنبه في نفس المكان.